بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة الجماهير والكورة، ومعاكم محمد أحمد وفيديو جديد من فيديوهات قناتنا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هكلمك على موضوع قناة تايم سبورت الأرضية، وإزاي هنستقبل قناة تايم سبورت الأرضية عشان نتفرج على مطوشة دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي وبيراميدز، ومطوشة الكونفدرالية بالنسبة لفيوتشر ونادي الزمالك، وطبعا الفرق المشاركة في البطولات الافريقيه عندنا. هنقدر ان احنا نتفرج على قناه تايم سبورت الارضيه ازاي؟ طبعا كلنا عارفين ان دوري ابطال افريقيا بيتذاع على القنوات المشفره، فبالتالي احنا في مصر عندنا هنا لو في اي مباراه لاي فريق مصري بنقدر ان احنا نتفرج عليها على القناه الارضيه تايم سبورت. فازاي هشرح لحضرتك اللي ازاي انت تقدر تستقبل قناه تايم سبورت الارضيه بالتقنيه بتاعتك الجديده، وايه الحاجات اللي تشتغل عليها وايه الحاجات اللي ما تشتغلش عليها. بس تابعني لاخر الفيديو عشان في مسابقة مهمة جدا وكويسة انا عاملها لجماهير قناتي ان شاء الله باذن الله. تابعني لاخر الفيديو عشان تعرف المسابقة وشروطها وايه الجايزة اللي معانا المسابقة. ويلا عشان ما اطولش على حضرتك، ازاي حضرتك تقدر تتفرج على قناة تايم سبورت الارضية وازاي اللي انت تقدر تستقبلها. اول حاجه عشان اشرح لك قصه، لو حضرتك عندك تلفزيون عادي وكان بيجي عليه قناه تايم سبورت الارضيه، او القنوات الارضيه المصريه، سواء كانت بقى القناه الاولى والتانية، قناه النيل، قناه تايم سبورت، كل اللي عنده تلفزيون عادي جدا اعتبر الموضوع بالنسبه لك منتهي، والقنوات الارضيه مش هتشتغل عندك خالص. كانت بتشتغل عندنا ايوه على التلفزيونات العاديه، وكانت الصوره بتبقى منغوشه، كانت بتبقى منمله، بنطلع نهز الاريال بتشتغل معانا مفيش اي مشكله. بس الموضوع اللي هو التلفزيونات العاديه، اللي هو بمعنى ما اصح اللي هو البحث التناظري ده اصلا اتلغى، والدوله دلوقتي عملت حاجه اسمها البث الرقمي. يعني القنوات الارضيه هتشتغل عندك اكنك بتتفرج على التلفزيون بالظبط، والقنوات بتعمل بجودة الاتش دي، ومن ضمنهم قناة تايم سبورت اللي احنا هنتكلم عن شرحها النهارده وازاي اللي احنا نقدر نستبعد. يبقى اول حاجة هنستبعد موضوع اللي احنا عندنا تلفزيون ده مش هتشتغل عليه القنوات الارضيه وبخصوصا قناه تايم سبورت. يبقى احنا الموضوع ده خلاص خلصنا منه، اللي احنا ننسى اللي الموضوع مش هيشتغل على التلفزيونات العاديه بتاعتنا. طب ازاي اللي انا اقدر استقبل قناه تايم سبورت الارضيه عشان اشاهد عليها المباريات؟ اول حاجه لازم يكون عندنا شاشه بتدعم البث الرقمي الجديد، لان دلوقتي قناه تايم سبورت اتحولت للبث الرقمي. هنقدر ان احنا نتفرج عليها بجوده الاتش دي، اكنك بتتفرج على الريسيفر بتاعك بالظبط، بس القناه هتكون ارضيه. يعني القناه لو حضرتك هتستقبلها، قناه هتجيلك بجوده عاليه، جوده اتش دي، قناه تايم سبورت الارضيه. طب ازاي هنقدر نستقبلها؟ لازم يكون عند حضرتك شاشة فيها البث الرقمي الأرضي، فيها البث الرقمي الأرضي، ودي موجودة في الشاشات الحديثة. وأغلب الشاشات هقول لك عليها، وطبعا ومش مش إعلان، ده شاشات ال جي والشاشات السامسونج والشاشات السوني والشاشات التشويبة. لو حضرتك عايز تتفرج على قناة تايم سبورت الأرضية لازم يكون عندك نوع من الأربع أنواع اللي أنا قلت لك عليه دول. وفي شاشات كتير قوي بتدعم البث الرقمي. يعني حضرتك لازم يكون عندك الشاشة بتدعم البث الرقمي الأرضي، وده موجود في أغلبية الشاشات اللي أنا ذكرتها قبل كده. لازم يكون عندنا الشاشة بتدعم البث الرقمي، ولو أنت بتشتري شاشة قول له أنا عايز يكون اللي بتكون بتدعم البث الرقمي الأرضي عشان خاطر أقدر أتفرج على تايم سبورت الأرضية. تمام. طب ايه الحل التاني اللي احنا عشان خاطر نتفرج على قناة تايم سبورت الأرضية؟ لو ما عندكش حضرتك شاشة، حضرتك بتجيب ريسيفر بيدعم البث الرقمي الأرضي. ريسيفر عادي بيتباع عند أي حد بتاع دش، قول له أنا عايز ريسيفر اللي هو بيدعم القنوات الأرضية. جنب الوصلة بتاعت الدش هتلاقي فيه جنبيها مدخل لجاك الاريال هم عاملينه مخصص، وهتلاقي القنوات دي نازلة على الريسيفر، والموضوع هيكون سهل مع حضرتك. طب ازاي اللي انا هستقبل قناة تايم سبورت الارضية؟ اول حاجة هنشرحها اللي حضرتك ازاي، الموضوع سهل جدا خالص اللي انت تستقبلها على الشاشة بتاعتك. اول حاجة بنجيب سلك عادي، سلك دش عادي زي ما هو، زي ما انتوا شايفينه كده، مفيش اي مشكلة. السلك بتاعنا بتاع الدش
مفيش اي مشكله. وبنجيب هنعتبر دوت اللي هيكون محطوط فوق السطح، ولازم يكون السلك محطوط فوق السطح. ما ينفعش حضرتك ترميه لو بتحطه في البلكونه كده وتقول هيجيب صوره ووصل الجاك، عمر الكلام ده ما هيحصل معاك. حضرتك بتجيب سلك دش عادي وبتقشره وبتخلي النحاسه لوحدها كده زي ما انتوا شايفين، والشعر بتاع السلك لوحده ما يكونش ملمس في النحاس. وده الطرف اللي هيكون فوق. وهنيجي فوق واحنا فوق السطح، اي حاجه معدن قدامنا. طبعا ساعات بيبقى عندنا سياخ حديد بتبقى فوق الاسطح، عندنا مثلا الماسوره بتاعت الطبق في ظهر الطبق كده الماسوره، هنيجي نروح طالبين رابطين الطرف النحاس ده في اي حاجه معدن، والشعر ده في اي حاجه معدن. اهم حاجه ما يلمسوش في بعض، نربطهم فوق في اي حاجه معدن ان شاء الله. حتى لو جبت كنزايه، جبت حته المونيا وثبتها في حته خشبه وبمسمارين، مسمار تربط عليه كده، او مسمار او حته حديده فوق، بس اهم حاجه ده يبقى في مكان المعدن، وده يبقى في مكان لوحده، ما نضمهمش على بعض. او في الطبق اللي هو بتاع الدش بتاعنا من الخلف من ورا كده، في الصواميل او في اي في الماسوره، هنربط السلكيه دي كده نلفها عليه، ومن الناحيه التانيه برضو السلكه دي. وهننزل طبعا هيبقى معانا الطرف اللي هو نازل معانا من تحت. هنيجي كده هنركب له زي ما انتوا شايفين الجاك اللي هو زي بتاع صامولة الدش اللي عندنا. هنركبه اهو كده زي ما هو راكب عندك كده صامولة الدش عادية. ده الطرف اللي هيكون عند حضرتك تحت. وبعد كده هنروح عند الكهرباء نقول له عايزين جاك معدن. جاك معدن بتاع الاريال بيكون بالطريقة دي، يا رب يكون واضح قدامكم اهو. ده المكان اللي هيخش منه الشاشة، وده اللي هركب فيه الصامولة. الموضوع سهل جدا جدا اهو، جاك معدن، يا رب يكون بس واضح في الصورة. وبعد كده هنيجي هنروح لفين الجاك كده اهو، هيبقى معانا بالطريقه دي. يبقى احنا شرحنا دي بالطريقه دي هتكون فوق، وهنربطها في اي حاجه معدن ونخلي الشعر لوحده والنحاس لوحده. وهنيجي هنا في مدخل الاريال بتاع الشاشه، اللي هو المدخل بتاع الارضي، وهنركب الجاك بتاعنا في الشاشه، وهنعمل بحث على القنوات الارضيه، اللي هو البحث الرقمي اللي انا قلت لك عليه، وهيجي معاك بكل سهوله. هقول لك على حاجه كمان، انت ممكن وانت فوق السطح ما تربطش الحاجات دي ارميها فوق السطح، ارميها على السطح. يعني انا كل التجارب دي عملتها لان دي انا شغلتي، بعمل الحاجات دي وشغلي فني دش. فالحاجات دي كلها عن تجارب والله، واشتغلت معايا والدنيا زي الفل. ده بالنسبه للشاشات. انت براحتك، عايز اللي انت فوق السطح تركب النحاسه ديت في اي حاجه معدن، عايز ترميها ماشي، بس انا بقول نركبها في اي حاجه معدن بحته خشبه زي ما شرحت لحضرتك، عشان مش عايز اطول بس على حضرتك. ده بالنسبه للشاشات. بالنسبه وفي حاجه تاني برضو عايز اقول لكم عليها، احنا ممكن لو عندنا ممكن نستخدم السلك اللي جاي لنا من الطبق فوق. يعني السلك اللي هو بتاع الدش طبعا، احنا عندنا في صامولة الدش ده برضو بتبقى بنفس الطريقه ديت، وراكبه عندنا في الريسيفر ومدينا الاشاره. ممكن لو احنا مش عايزين نعمل اريال، ده بالنسبه للشاشات. لو احنا مش عايزين نعمل اريال ونجيب سلك تاني، هنخلع الجاك اللي هو جاي لنا من الطبق، وهنركب فيه الصامولة دي، هنخلعها من الريسيفر ذات نفسه، وهنركب فيها الجاك برضو المعدن بتاعنا كده. وهنستغل السلك بتاع الطبق بتاعنا لو احنا ما عندناش سلك وسلك بالقلة زي ما شرحت لكم كده. وهنستغل السلك اللي جاي من الطبق من العدسه للريسيفر، هنخلعه ونركب فيه الجاك المعدن ونحطه ونعمل بحث. والقنوات ان شاء الله باذن الله بنسبه 90%. ده خيار تاني ممكن يشتغلوا عندك بنسبه 90%، بنسبه 100% كمان لو انت كمان الارتفاع بتاعك عندك عالي. وبعد ما تتفرج على الماتش وتخلص، هتفك الجاك وترجع تشغل الدش عندك تاني. طب ايه هي الطريقة التانية اللي احنا برضو هنشغل عليها البث الرقمي، اللي هو طريقة الريسيفر؟ هي الموضوع اللي انا شرحته لحضرتك، اللي انت هيبقى عندك السلك فوق زي ما شرحت لحضرتك كده، والجاك، وهتلاقي القنوات نازلة عندك، وهتروح مشغل برضو حاطط الجاك دوت. هتلاقي انت في جنب مدخل الريسيفر الرقمي اللي انا قلت لك عليه. لو انت ما عندكش الشاشة بتدعم البث الرقمي، هتجيب الريسيفر اللي هو بيدعم بريسيفر اتش دي، برضو بيشتغل قنوات عادية، وفي البث الرقمي القنوات العادية. احنا برضو هنستخدم برضو الاريال اللي انا قلت لحضراتكم عليه، اللي هو فوق السطح. ده افضل له الريسيفر يكون اريال. ما يعني ايه، بيبقى صعب شويه اللي هو يشتغل بالسلك بتاع الدش اللي احنا زي ما شرحت لحضراتكم. فهنجيب برضو الاريال اللي احنا هنعمله او السلك اللي احنا هنربطه في اي حاجه معدن، وهنحط الجاك، وهنلاقي القنوات اشتغلت معانا. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. وبقى المفاجاه اللي انا عاملها ان شاء الله باذن الله لجمهور قناتي، لو انت حضرتك توقع من هو الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2024، وهتكسب معانا كمان ريسيفر اتش دي هدية، وهوصله لك كمان لغاية عندك. لو حضرتك في اي تعليق او في اي حاجه ما استفدتش منها من الشرح، او في اي نقطه مش واصله لك، ممكن تسيبها لي في التعليقات،
وانا اشرحها لحضرتك. بس شروط المسابقة: لازم حضرتك تكون مشترك في القناة، لازم لايك، لازم شير للفيديو عشان خاطر تكون انت الفائز بريسيفر. توقع معانا مين اللي هيفوز بدوري ابطال افريقيا 2024 واكسب معانا ريسيفر هدية اتش دي مجانا مجانا، وهوصله لك كمان واشحنه لك لغايه عندك. بس لازم تكون مشترك في القناه وتكون بتدعمنا. ويا رب يا رب يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.